لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين يا رب، هب لي المتاب حتى أتوب وأحيي قلبي يوم تحيا القلوب. انظر بعين الرضا لحالي يا أملي عند السؤال، فإني عبد ضعيف ولي ذنوب كالرمال. وأشهد أن لا إله إلا الله. يقول صلى الله عليه وسلم: أيها الأخوة، ما من موضع قدم في السماء أيها الأخوة إلا وفيه ملك قائم وملك راكع وملك ساجد لله رب العالمين. وأشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله. سريت من حرم إلى حرم كما سرى البدر في دجى من الظلم، وصرت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم تنم. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. إن من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة هي الإسراء والمعراج، التي رجح العلماء أن تكون قد حدثت بتاريخ اليوم الجمعة من شهر رجب، والله أعلم. فتعالوا لنعيش لحظاتها. فإني أرى الآن جبريل يطرق الباب على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له: أنت مدعوا لزيارة الله رب العالمين. فركبوا البراق ومعهم ميكائيل، وبينما هم في الطريق إلى المسجد الأقصى شم الرسول صلى الله عليه وسلم ريحا طيبة، فقال: ما هذه الريح يا أخي يا جبريل؟ قال: هذه ريح ماشطة فرعون التي قتلها فرعون وأولادها الثلاثة. فلنسمع أيها الأخوة قصتها قبل أن نذهب إلى المسجد الأقصى. يقول سيدنا جبريل: إن الماشطة هي من سيدات مصر، كانت تصفف شعر بنات فرعون، وسقط منها المشط ذات يوم فتناولته وقالت: بسم الله. فقالت لها بنت فرعون: من تقصدين بالله، أبي يا ماشطة؟ قالت: لا، بل هو ربي ورب أبيك ورب من في السماوات والأرض جميعا. فذهبت البنت وقالت لفرعون: إن الماشطة تقول هناك إله غيرك يا أبي. فاستدعاها وقال لها: من ربك يا ماشطة؟ قالت: ربي وربك ورب من في السماوات والأرض جميعا هو الله. فأمهلها 3 أيام للرجوع عن قولها وإلا العذاب. ثم استدعاها بعد انتهاء المهلة وقال لها: من ربك يا ماشطة؟ فقالت: ربي وربك ورب من في السماوات والأرض جميعا هو الله. فأخذ طفلها الأول الكبير ورماه في قدر يغلي به الماء فمات وانصهرت عظامه. من ربك يا ماشطة؟ فقالت: ربي وربك ورب من في السماوات والأرض جميعا هو الله.
فأخذ طفلها الثاني ورماه في القدر فمات وانصهرت عظامه. من ربك يا ماشطة؟ فقالت ربي وربك ورب من في السماوات والأرض جميعا هو الله. فأخذ طفلها الرضيع الثالث من صدرها فرماه في القدر فمات وانصهرت عظامه. من ربك إذن بعد يا ماشطة؟ فقالت ربي وربك ورب من في السماوات والأرض هو الله. فشاقوها هي بنفسها ورموها في القدر وماتت وماعت عظامها وانصهرت. وهذه الريح التي تشمها هي ريح الماشطة وأولادها يا رسول الله. الكلام لجبريل. ووصل البراق إلى المسجد الأقصى، وهناك قدم جبريل اللبن والخمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فاختار الفطرة، اختار اللبن كله أي الفطرة كلها. فدخلوا المسجد الأقصى وإذا بالأنبياء جميعا هناك من آدم إلى عيسى عليه السلام محتفلين بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم. فتقدم بهم محمد إماما فصلوا جميعا ثم ذهبوا به إلى الله. ذهبوا إليه إلى هناك فوق إلى الذي يحتار الفهم بقدرته، وإلى الذي تطلب النفس طاعته، وإلى الذي أخفى عن الناس سما طلعته، وإلى الذي كل ما في الكون هذا من صنعته. فطرق جبريل باب السماء الأولى وإذا بسيدنا آدم مقيم فيها ويحيي الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي السماء الثانية يجد ابن الخال عيسى ويحيى ويحيون الرسول. وفي السماء الثالثة يجد يوسف ابن يعقوب. وفي السماء الرابعة يجد إدريس. وفي السماء الخامسة يجد هارون. وفي السادسة يجد موسى عليه السلام. وفي السابعة إبراهيم الخليل الذي قال له يا محمد بلغ أمتك مني السلام وقل لهم إن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وإنها قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويتلفت صلى الله عليه وسلم يمينا ويسارا فلا يرى جبريل معه، وينادي أفي هذا المكان يترك الخليل خليله يا جبريل؟ فيقول له والله يا أخي يا محمد لو تقدمت أنا خطوة واحدة بعد لاحترقت بنور الله، ولكن إذا تقدمت أنت اخترقت. أيها الأخوة، نحن الآن في السماء السابعة، وها هو محمد صلى الله عليه وسلم يسلك مداهش الأنوار الإلهية ويقف على حقائق الأسرار. إنه صلى الله عليه وسلم أمام سدرة المنتهى، فالأنوار الإلهية تتجلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فالأنوار الإلهية تتجلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم لربه ما نقوله نحن في التشهد اليومي أثناء صلاتنا في كل يوم؟ قال له التحيات لله والصلوات الطيبات المباركات. فيقول مولانا له السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فيقول صلى الله عليه وسلم السلام علينا نحن معشر الأنبياء وعلى عباد الله الصالحين. ثم قال صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله. فقال تعالى وأشهد أنك يا محمد عبده ورسوله. فقالت الملائكة اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا النشيد الإلهي أيها الإخوة الذي تقرؤونه يوميا في الصلوات الخمسة منقول من هناك من السماء السابعة من سدرة المنتهى من حوار دار بين الله سبحانه وتعالى وبين الرسول وبين الملائكة. وعندما قدم الإله لنبيكم 5 صلوات في اليوم التي نقضيها يوميا من الفرائض التي تعتبر هي هدية الإسراء والمعراج، وهكذا يعود صلى الله عليه وسلم إلى بيته ويجد فراشه لا زال على دفئه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وادعوا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، إن الصلاة تبارك الرزق والعمر والأولاد، ولو لم تكن رأس العبادات لعدت من صالح العادات، فهي رياضة أبدان وطهارة أردان وتهذيب وجدان وشتى فضائل يشب عليها الجواري والغلمان. أصحابها هم الصابرون المثابرون وعلى الواجب قادرون، عدتهم البكور مفتاح باب الرزق وخير المناجاة للخالق وأفضل التوجه للخالق. انظروا جلال الجمعة وتأملوا أثرها في المجتمع، كيف ساوت العلية بالزمع، مست الأرض الجباه، فالناس أشباه وأشباه، الصف الأول كالآخر، الكل سواء أمام الواحد الديان. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا غائبا إلا إلى أهله رددته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وأقم الصلاة. اللهم صل على سيدنا